السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي لاي حاجة. شايفين الفايش القمر ده والكمية الحلوة دي عملت معانا من مكون واحد بس، دقيق وحبة محلب حلوين كده. الفايش القمر ده بقى تفطري بيه اولادك الصبح مع كوباية شاي كوباية لبن. بصوا تعالوا نشوف بقى القمر ده بيتعمل ازاي. قبل ما نبدأ تنسوش تعملوا لايك واعملوا كومنتات صلوا فيه على النبي. الكمية اللي قعدت قدامنا دي كانت كيلو دقيق، نخلناه وحطيناه في الحاجه غوطه زي ما انتم شايفين. جينا بقى الخميره، الطبق ده فيه ميه دافيه وحطينا عليها كيس الخميره. نيجي بقى للدقيق ومعلقه سكر. احسنت يا ماما. طبعا بقى هنسيبه يخمر مع نفسه. هنجيب بقى على الدقيق ايه؟ معلقه محلب. ده محلب هو 5 جنيه محلب، ب5 جنيه محلب وطحناه. يلا بنضحي. وطحناه وحطيناه. وده اللي حطيناه ده معلقه كركم وكيس بيكنج باودر ويعني ذره ملح كده، ربع معلقه ملح، وهنقعد نقلبهم مع بعض. ده كان نص كيلو لبن. نص كيلو لبن دافي. عملنا ايه؟ نص كيلو لبن دافي حطيناه. لازم يبقى دافي بالظبط كده. حطيناه على الدقيق كده اهو، ونقعد بقى نقلب كده بايدينا. شراب الدقيق كله بيه. وهنحط طبق اللي هو الخميره اللي احنا عملناه اهو. بصوا خمر كده معانا. نعجن بقى. واعجني بايديكي بقى، اعجني بايديك الحلوين دي. اهم حاجه اللي هي تتعجن كويس، يعني اهم حاجه فيها العجين. هتقعد تعجن كده بالشكل ده كده. اللي في الطاسه ده بقى 4 معالق سمنه. دي كانت سمنه بلدي مسيحينها على النار. ما عندكيش سمنه بلدي استخدمي اي سمنه عادي، مش شرط. تقعد بقى تقلب كده وتجيبها من الحروف ومن كل حته عشان لو في دقيق. السمنه بقى اللي بتطر العجينه وبتلمها. يلا خلاصي. المفروض برضه يبقى طعمها مسكر. اعجني بس اعجني. حطي عفيشك فيه. ايدي وقفت. صوابع ايدي ما بقتش حاسه بيها. صوابع ايدي اتمرت. يا بنتي يلا. هو انا منع اني يلا. ده كيلو دقيق يعني مش حاجه يعني. مش عارفه ماله في العافيه ليه كده. في البركه. امال بس عماله كنت بعمل شوال كنت بعمل شواي. كانوا ولاد الحلال يجيبوا لي دقيق ويجيبوا لي اسمه ايه البودر اللي احنا طحناه ده؟ كنت بتشحتي. اسمه ايه؟ هو ايه؟ المحلب. يجيبوا لي المحلب ومش عارف ايه لحد ما ابوهم ميت. ابو عيالي ميت. كل واحد غرف داهيه ما بعدها. يعني انت ولايه مقرقره؟ مقرقره طبعا. معاكي كام عيل على كده؟ والله ما بعدش. ما بعدش يا جيجي. ما بعدش. ايه اعملي طيب اعملي. بعمل اهو. يعني بعد ما ابوهم مات رميتيهم في الشارع؟ هما اللي اترموا. هم اللي اترموا؟ هما اللي مشوا. انت بتعجني من كل اعضائك ليه؟ هو ايدك بس. مش عارفه اعمل. هجيب من الاخر انا مش عارفه اعمل. لا اعرفي اتعلمي عشان تبقي ست بيت شاطره. الست انا في بيتي مش عارفه الحاجات دي. ليه؟ افرضي عيالك طلبوها. ما يشتروها جاهزه. ولاد الحلال يشتروها. هيشحتوا رغري. يشتروا بقى. يلا اعملي. انت بتقولي عشان ما عشان انت جربتي شفتي شقات ولا لا؟ انا عيني شايفاها وعارفه يعني ايه هتوصل لغايه فين. يا حبيبتي لسه طب وعينك قالت لي امتى؟ هتجيبها امتى طيب؟ شوفي كده. لا لسه انا بنهج وانا قاعده في مكاني يا شيخ. يلا ما تحطيش ايدك بره. يلا ايدك فيها على طول. انا مش جايبه الصحه. احنا لسه هنخش على الكحك والبسكوت والحاجات دي تعملوا فيها. جاهز بقى. جاهز. والله ده يبقى عيب عليا. لا ليه يعني؟ ليه؟ عيب عليا لما ابقى عارفه بعمل كل الحاجه زي الفل واروح اشتري سنه من نفسي بالغلا خلاص هاتلنا انت على حسابي. سيبني وانا معايا فلوس. ده انا بسرقكم. خلينا ساكتين بقى. كفايه عليك الخناقات وام ناجيه وابو ناجيه. ام عزه. الله عليهم. امبارح من الشباك ده للشباك ده للبلكونه. كانت اسمها قالوا ليه؟ ام ناجيه. ابنها ناديه. ابنها لا تتخانق عشان ابنها ناديه. ما انا ما شفتش ناديه لحد دلوقتي. بس والله كلامها ضايقت من اللي هي قالته. اصل هي بتقول انا هحكي لك بقى اللي حصل. بصي هي بتقول ايه؟ اتفتحت. بصي هي قاعده بتتخانق فواحده يا عيني جابت ابنها بعد فتره طويله. ده ذنبها. العيل ده من ذنبها. واقفه بقى بتتخانق تقول انا اللي جبتهم ورا بعض. تتخانق مع عيالي اللي قعدت
20 سنه ما بتخلفش. حرام عليها والله العظيم. هي يعني كانت هي اللي خلقتهم. اللي جايباه بالانابيب، انا قلت مثلا الانابيب او غاز، انت مالك؟ يعني هي مين اللي اداهم لها؟ ابو عسل. هي تفكيرها ان ابو عسل هو اللي اداهم. تفكير. يا بنت انت فاهمه انا بقول ايه؟ يعني مين اللي رزقها بالعيال؟ هي ابو عسل، هي فاهمه ان هو ابو عسل. مين اللي اداها جوزها؟ امه. ده تفكيرهم، انا فاهمه دماغك. ده تفكيرهم. ومين اللي جاب الوليه دي؟ دول ناس هو اسمها يعني عزه ولا ناديه؟ ربنا نادية. يهديهم. دول قلالات الدين. يا لو تعرف هي ولا احنا نعرف نخلق ما ضفر. تعرفش ناديه ابنها؟ وربنا تعرفش وجه نادية؟ عطية ربنا كلها. اسمعيني بس، ما تعرفش ناديه ابنها ده ممكن لما يتجوز يبقى بيخلف ولا لا؟ هو نادية ده راجل واد؟ ما انا ما شفتش ناديه لحد دلوقتي بقى كده. على طول بتتخانق علشان ابنها. انا عايزاكي ما تبصيش على خناقات حد. ليه؟ بكتسب خبرة. انتي بتشيلي ذنوب. بكتسب خبره. مش طب عارفه اكتسبي الخبرة في اللي في ايدك ما اعرفش دي. خبره في ايه، بس انا بحس ان انا بكتسب خبره. اعملي هنا، هي دي الخبرة اللي هتنفعك. انا تعبت. هو كده ما امسكي كده انت. الملالين امسكي انت كده، تلفي بايديكي بس. تلفي بلا، امسكي انت بلا، اعملي انت. يعني مش يعني حلوه، قومي على الرخامه بقى يلا. اهي كده. واقعدي بقى بتاع 6-7 دقايق كده. اقعدي عجني فيها. عجني فيها طبعا، انت عارفه يعني ايه عن انا هنا بقى كانت جابت العجينه كلها بعد ما عملتها وقطعتها 3 قطع. كل قطعه بقى هتعملها بالشكل ده، تبدا تلفها رول كده، واللفه اللي تلفها تعمل بصوابعها في الحروف بتاعتها كده بحيث تدخل. تقفليها بالشكل ده، تلف اللفه وتقفلها، تلف الرول وتقفلها كده اهي. الرول اللي تلفه تقفلها، وبعد بقى ما تقفلها كلها الحته الاخيره دي هتقوم جايبه الجناب وتقعد تقفلها برضو بالشكل ده. اهم حاجه تقفليها كويس بالظبط كده. كده برضو تقعد تقفلها كده بالشكل ده. بعد بقى ما تقفلها كلها تقعد تعملها بايديها بالشكل ده كده، ويعني بتقعد تعمل بايديها بالجناب اهي كده، اللي هي يعني بتاكد على تقفيلها الشكل ده اهو. ادي كده اول قطعه. القطعه التانية برضه هتعمل فيها نفس الحكايه كده، كل رول وتقفل، كل رول وتقفل بايديها حروف كده تدخلها في قلب العجينه من تحت اهي كده. برضو بتقفلها بالشكل ده، وقيسوا بقى عليها برضو كل الكميه من الجناب برضو اهي برضو كده. بصوا عدوا قلت كام برضو في الفيديو اهي كده. بجد يا جماعه الفايش طعمه تحفه تحفه والله العظيم، مش حاجه بس تحفه بجد، طعمه جميل قوي اهي كده. من الجناب برضو بتقفله وهتقعد تلفه كده، هتسيبه بقى وهتعمل التالتة. وادي التالتة هي عملتها. هتجيب ايه بقى؟ صينية هندهنها زيت بالشكل ده كده، وهنحط فيها الكمية اللي احنا عملناها وهنحطها في مكان دافي، مكان دافي جدا. احنا عملنا ايه؟ ولعنا الفرن شوية دفيت يعني سخنت، وقمنا طافينها على بال ما رصيناهم في الصواني ودخلناهم الفرن، وقعدت 3 ساعات. يعني احنا شغلنا الفرن دفيت وقمنا طافيين الفرن وحطينا كده في الحاجه وتغطيناهم. احنا عشان شتا خدت وقت، عشان شتا كمان قامت مغطياهم وقمنا مدخلينهم الفرن. قعدت فيهم 3 ساعات. لما خرجت بقى بصوا ما شاء الله اللهم بارك نفشت ازاي اهي كده. بدات بقى تجيب ايه؟ دي سمنه، هي بتدهنها سمنه. جابت الفرشه وجابت سمنه في طبق وبدات تدهن يعني الحاجه من فوق كده الشكل ده كده. تدهن التالتة كمان. كنا مولعه الفرن بقى وتدخليها، هتقعد نص ساعه على اعلى درجه حراره. بعد ما تدهنيها سمنه كده تكون طبعا انت مولعه الفرن سخنه، تبقي مدخليهم هيقعدوا فيها نص ساعه اهي كده. تدهنها كلها، دهنتها بقى خلاص. هتدخلها الفرن زي ما قلت لكم تقعد نص ساعه. بعد بقى ما خرجت من الفرن قعدت نص ساعه زي ما قلت لكم. بعد ما خرجت من الفرن هنسيبها تبرد تماما، تبرد خالص علشان نعرف نقطعها. يعني هي كده بقى اول ما خرجت من الفرن وسيبناها شويه تبرد بقى خالص، وهنقطعها بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده اهي كده.
تقعد تقطعها كده. عايزه اقول لكم طبعا ان انا الحروف دي انا ما كنت عماله اكلها، طعمها حلو قوي، طعمه جميل جدا والله. تقطعها كده. طبعا مش هنكتفي بكده، لا دي هتدخل الفرن تاني، الاخيره بقى تتنشف. تتنشف. هنرصها بقى في الصينية، في الصواني، وندخلها تتحمص، نولع الفرن وندخلها تتحمص، تخرج نقلبها على الوش التاني، على الوشين يعني. هي كده بعد ما رصتها ده اللي طلع، يعني دي الصينيه اللي طلعت الاول، التاني بقى هيدخل لسه. بصوا ما شاء الله يا جماعه، يعني كيلو دقيق ما شاء الله عامل معانا كميه حلوه. الكميه دي عشان نشتريها من بره يعني مبلغ وقدره، لان اصلا الفايش بره غالي يعني. وبس يا جماعه كده الفيديو بتاعنا خلص، وما تنسوش تعملوا لايك واعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، وروحوا تابعوني في صفحتي على الفيسبوك.